السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منوريني ومشرفيني في قناة ترند جديد. الحمد لله تم القبض على أم شهد اللي هي وحش الكون، التيك توكر المعروفة في مصر كلها، اللي هي بتعرض بناتها في وضع مش مظبوط. في الأيام الأخيرة أم شهد الموضوع زاد عندها، كانت بتتكلم وتقول أنا هسيب لكم البلد وامشي، أنا رايحة دبي، أنا قاعدة في بيتي وفاتحة لايف، انتوا مالكم بيا، اللي مش عاجبه يخرج من اللايف. بتقعد هي وبنتها الكبيرة تحت السرير وبنتها الصغيرة بتبقى قاعدة من فوق. الوضع ما بيبقاش أحسن حاجة، بتعرض جسمهم، بيفضلوا يتكلموا ويهزروا ويقولوا كلام ما ينفعش حد يطلع بيه على اللايف أو يقوله. بتعرض جسد بناتها، بتبيع فيهم لحم رخيص علشان الدعم. كنت بسمع لها لايف من كام يوم، كان في داعم بيقولها ارميلي بوسة، فضلت تقوله كلام حلو وكلام ما ينفعش يتقال. الحمد لله الناس اعترضت، وكان في كلام كتير في اللايف بتاعها، وبنقول لها بلاش تعرضي بناتك، انتي ام، فين الام، فين التربية، فين العم، فين الخال، ولا اي كلام. كانت لاي حد بيعترض عليها كانت بتعمل له بلوك. تم استجابة النائب العام وتم القبض عليها في محافظة الإسكندرية، وحاليا بيتم التحقيق معاها. وكمان تم حرز معاها 3 تليفونات، وكمان في دولارات كتير وعملات أجنبية وفلوس، وهيتم التحقيق معاها ايه السبب الفلوس والعملات الأجنبية وكلام كتير. بعد ما تم القبض على مودة الأدهم وهدير عبد الرازق ووحش الكون، بنحذر كل فتاة، كل أم، كل واحدة همها الفلوس، كل واحدة عايزة فلوس وبس. لو انت ما بتقدريش تشتغلي بلاش تبيعي في لحمك بالرخيص. كبس لا حد ناوي يبعت دي ابعتوها حمرا. يعني نكبس يا ولاد، نكبس مع بعض. ابعتوها حمرا. خلاص انت هدفك ده وانا هدفي حد يبعت لي. انا نفسي حد يبعت لي السيارة اللي ما شفتهاش. يلا هنتظر اللي بتاع الحمرا بالدراجة. كبس كبس، شير شير. انا حاسه واحده كمان هتحقق. نكبس يا ولاد، نكبس ونشير يا ولاد يا حبايب قلبي. والله دي حاجه يلا يا ولاد نكبس يا ولاد. واحده بتقولي لي ايه ده كان نهار اخر مره، وانت عشان بتقولي يا ولادي يبقى انت اكيد فلاحه، هو عشان بقول يا ولادي يبقى فلاحه يا ولاد يا ولاد. خدي انا بحب استفزكم اصلا. الكلمه بتضايقكم وهقولها مره و50 في المترو وانا اطلع في اللايف. خشوا على اخر فيديو حبايب قلبي. ايه ده قرب